السلام عليكم، انا سارة احمد ودي نكهة عربية. النهاردة نكهتنا مش هنقدر نقول عليها انها نكهة عربية، لكن يعني ممكن نقول ان هي شرق اوسط. لان احنا هنشتغل في المطبخ التركي. هنعمل النهاردة مع بعض فخارة اللحم التركي او فخارة الكباب التركي. الحقيقة ان هو طبق مميز جدا ولذيذ جدا ومناسب كمان للعزومات، لان هو شكله مختلف وفي نفس الوقت ما بياخدش مجهود كبير. وبالنسبة لطبقة العيش اللي فوق اللي بتكون مقرمشة ولذيذة دي، يعني انا بنبهكم من البداية ان بيحصل خناقة عليها في الاكل، فياريت ان احنا نقسمها كده من البداية عشان يعني حقنا للدماء. هبدأ بتحضير طبقة العيش اللي فوق. عندي الدقيق والخميرة ورشة السكر ورشة الملح ومعلقة زيت زيتون، وعندي سمسم وحبة البركة ولبن دافي. هبدأ ان انا احط المواد الجافة على بعض، الدقيق والمواد الجافة، وهنخلطهم مع بعض وبعدين انزل باللبن الدافي عشان اعجن. هنا حسيت انها محتاجة لبن اكتر، فياريت نزود اللبن بالتدريج واحدة واحدة. بعد كده نقلتها على الكاونتر وزودت زيت الزيتون وعجنتها كويس، وهنسيبها بقى تخمر على جنب يعني حوالي ساعة كده. ونروح بقى ليخني اللحم نشوف هنعمله ازاي. انا هنا اخترت تقطيعة لحم اسمها راس العصفور. ريهام صاحبتي قالت لي عليها، بيقطعها صغير جدا، بصراحة تقطيعة جميلة. وبنختار نوع لحم او قطعة لحم تكون سريعة السوى، يعني الفخذ مثلا. وعندي معلقة خليط من السمن والزيت والخضار اللي انتوا حابين تستخدموه، والتوابل بتاعتكم طبعا السبع بهارات والحبهان والزعتر وفلفل اسود وورق اللوري والملح. على النار بدأت اسخن خليط السمنة والزيت واشوح قطع اللحمة بتاعتي لحد ما بقى لونها بني كده وده. وهبدأ ان انا اضيف التوابل واحدة واحدة. جوز الطيب بنضيف كمية بسيطة منها جدا، وبعدين انزل بباقي التوابل واقلبهم مع بعض، واحط كل التوابل ما عدا الملح. تقريبا ضفت كوباية مية مغلية، وهنسيب بقى اللحمة على نار هادية لحد ما تستوي، يعني خلاص تبقى ما فاضلهاش مثلا غير 10 دقايق وتكمل سوا زي ما انتوا شايفين. هحط باقي الخضار كله. انا مستخدمه بصل وجزر وفلفل وبطاطس، انت يعني بس نحط حاجات وسواها قريب من بعض. بعد كده زودت نص كوبايه ميه كمان مغليه والملح، وسبتهم يكملوا سوا مره تانية. خلاص العجينه عندي اختمرت. هبدا ان انا افردها، والمفروض ان انا هقطعها دواير لكده تكون اكبر من فتحه الطاجن. انا عندي الكميه هنا عملت طاجنين من اللي هتشوفوهم في الفيديو. انا بقطع بالطبق ده لان هو فتحته اكبر من الطاجن. هنبدأ بقى نحط يخني اللحم والخضار في الطاجن بتاعي. هنا بحطهم في صينية، ده بيسهل لي الحركة بس وانا بطلعهم وخرجهم من الفرن مش اكتر. ببل بقى الاطراف زي ما انتوا شايفين مية عشان تسهل على العجين ان هو يلزق على الفخار. ودهنت الوش بسمنة، ورشينا بقى السمسم وحبة البركة، وزي ما انتوا حابين ممكن تستخدموا بذور كتان، اي حبوب انتوا بتحبوها. اول ما خرجت من الفرن، فرن عالي 200 درجة مئوية، برشها مية، ممكن كمان اغطيها، ده بيساعد ان هي تكون طرية. بس كده جاهزة. انا عملتها او قدمتها مع طاجن رز معمر، طاجن الرز المعمر المصري. هتلاقوا اللينك بتاعه برضه هيظهر لكم في اخر الفيديو. الاتنين مع بعض كانوا طعمهم حلو جدا واكلة مميزة جدا. بالهنا والشفا، وعيد مبارك علينا جميعا ان شاء الله.